أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أخطر ورقة تلعب الآن وبشكل سري ما بين أردوغان وبين إسرائيل أن هناك صفقة، وأيضا هناك ترتيبات وحسابات سرية للغاية. من جهة أولى فهناك البحث عن صفقة كما يقول دوبي أميتاي عن قطاع الأعمال الإسرائيلي، وهو يتحدث عن عودة العلاقات التجارية بين إسرائيل وتركيا. تركيا تقبل ذلك في مقابل صفقة شاملة لإعمار غزة. تصبح هذه القضية الأساسية الأولى. هنا صفقة بعودة العلاقات التجارية مع تركيا وتسليم إسرائيل لتركيا إعمار غزة. إذن هذه الصفقة التي يقول بها دوبي أميتاي عن قطاع الأعمال، وهذا القطاع كله ب14 منظمة. على أي إذن هناك تدقيق شديد الأهمية ب2.5 من الصادرات الإسرائيلية نحو تركيا، فيما 6% من الواردات إلى إسرائيل قادمة من تركيا. وبالتالي فهذا الميزان التجاري يعمل عليه الآن مجتمع الأعمال. هذه هي الصفقة، إذن الصفقة التي يديرها دوبي أميتاي. لكن هناك ترتيب آخر أمني. من أي نقطة تبدأ هذه الصفقة؟ الصفقة ببساطة يتأكد من خلال اتفاق أمني ما بين دمشق وما بين أنقرة، ويعود إلى 30 سنة مضت، بأن حركة الجيش التركي تكون دائما في 5 كيلومترات من الحدود الرسمية. إذن يمكن لتركيا وللجيش التركي أن يعمل على أساس المطاردة الساخنة وغيرها من تكتيكات عسكرية ضد الأكراد في حدود 5 كيلومترات ل30 سنة، ونحن نعلم ذلك 5 كيلومترات. اليوم يقول الإسرائيلي ماذا؟ بأن هناك اتفاق سري. هذا الاتفاق الآن بين دمشق وما بين أنقرة في بند منه 30 كيلومترا. إذن ارتفاع ب6 مرات. 30 كيلومترا يمكن للقوات التركية أن تقتحم للمطاردة الساخنة أو للعمليات أو غيرها في عمق 30 كيلومتر، فلم يعد الأمر يتعلق ب5 كيلومترات إلى 30 كيلومتر. ماذا يقول الإسرائيلي؟ إن كان الأتراك وهم يقاتلون بين قوسين الإرهاب ولديهم هذا الحق في 30 كيلومتر، فهذا يعني تثبيتا أيضا لنفس ما لدى تركيا في سوريا أن يكون لإسرائيل في غزة. هذا هو التطور الأساسي الذي يجعل من هذه الفقرة 30 كيلومتر بمثابة الفخ الذي يدير من خلاله الأتراك هذه الورقة، وهذا خطير للغاية. إذن لدينا الصفقة ولدينا المطلب. فالمطلب الذي تحاول من خلاله إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب بأن ما لدى تركيا في سوريا، ما تطلبه تركيا في سوريا يعطى لإسرائيل في غزة. وهذا أمر خطير للغاية، صفقة سوداء في واقع الأمر. يصعب في هذه الخطاطة الذهاب إلى إقصاء مصر من إعمار غزة وتسليمه لتركيا، وهذا أمر بارز. فالعلاقات التركية المصرية اليوم في شرق ليبيا، وعلى وجه التحديد في ليبيا عموما، وأيضا في غزة، قد تحسم الأوراق بشكل دقيق للغاية، ويمكن أن يؤطر هذا كل الوضع بشكل عام. إذن هذا وضع أساسي. الحوار المصري التركي، وهناك ممول أيضا له قدرته كحالة قطر، فإن هذا الثلاثي إن كانت تفاهماته كبيرة وعميقة
فهذا سيضعنا أمام السكة، وإلا فالوضع سيكون بهذه الأوراق. ليس هناك ورقة لدى تركيا في سوريا إلا وكانت لإسرائيل، ليس في جنوب سوريا وحسب، وإنما في غزة، وهذا خطير للغاية. أيضا بالنسبة لتطورات الوضع ما بين إسرائيل ولبنان، وبذلك فإن البحث عن هذه الفقرة واضحة أمامكم، بأن 30 كيلومتر وقع عليها الشرع في عمل القوات التركية داخل الأراضي السورية، وبذلك قد يصبح الوضع أكثر تعقيدا في حال هذه المقارنة. ولذلك فإن قبول حماس مثلا أو السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تكون لها المشروعية، وأن تكون الدولة، ويمكن أن تسلم ما يمكن أن يضمن الأمن لإسرائيل وبما يناسب، لكن بعد إعلان الدولة واعتراف إسرائيل بالدولة. هذا الذي يقوله التركي: نحن لن نحجر على الدولة الفلسطينية، لكن عليها أن تكون لدينا الحق في القدس، ولكن ما عدا ذلك فالأمر يعود إلى مصالح الفلسطينيين. وهذا قد يكون هو الحاسم في هذه المسألة، أن كل ما تريده إسرائيل قد يمنح لها بعد تأسيس الدولة الفلسطينية، بعد إنشاء الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وجعلها عضوا. وما دامت أنها غير مسلحة من الأساس فهي لن تكون تحديا. فيما الأكراد اليوم وأمام التسليح الإسرائيلي لهؤلاء، فإن الأكراد حاليا البيكيكي على وجه التحديد، ورغم ادعائه بإلقاء السلاح، فإن وضعيته إلى الآن وضعية مختلفة للغاية. لذلك فتمرير ما تريده إسرائيل عبر دعاية إلقاء السلاح من البيكيكي لتسهيل ما سمي إسرائيليا وبالحرف تجريد المنطقة من سلاحها، أمر متعلق بتجريد إيران من السلاح النووي، تجريد حزب الله من السلاح، تجريد حماس من السلاح، وأيضا حرب الضرورة كما تسميها إسرائيل ضد أنصار الله الحوثي. وبذلك فإن إسرائيل اليوم تعمل على هذه الأجندة، وهذه الأجندة في نظر الجميع دقيقة وصعبة إلى أبعد حد. وفي كل الأحوال فإننا نرى أن إعادة تقدير الوضع العام يذهب إلى أن إسرائيل حاليا بين الصفقة التجارية وبين الصفقة الأمنية، وهذه الصفقات لم تجتمع بعد ولم تصل إلى أكلها أو تنضج وتؤتي الأكل الحاسمة، الأكل الاستراتيجي والجيوسياسي المساعد في إعادة الاستقرار، لأن المهم اليوم استقرار المنطقة، وهذا هام بالنسبة لأمريكا وأيضا لباقي العالم، لأننا في حرب غزة وأمام 30 قائدا من الشرق الأوسط. جمع غزة كلا من العالم الغربي وأيضا العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الآسيوي. إذا نحن نتحدث عن 4 عوالم بلغة معاريف. لذلك فإن غزة هذا العنوان يصعب الآن هضمه جيوسياسيا، محوه سياسيا جيوسياسيا هذا أمر غير ممكن، إذ أصبحت غزة حاليا قاطرة للدولة الفلسطينية، ولا يمكن مسح غزة، ليس فقط عبر مجلس السلم وغيرها. كل ذلك ليس هاما بالقدر الذي أصبحت فيه الهوية الفلسطينية بقاطرة حقيقية استراتيجيا من القدس، لأن ذاك هو عنوان المسلمين جميعا. وأيضا بالنسبة للأمن الأردني انطلاقا من أمن الضفة الشرقية، ومن ثم أيضا بالنسبة لغزة ليس كفلسطين وحسب، وإنما كعنوان ما بعد 7 من أكتوبر. وهذا كله يجعلنا أمام هذا المستجد خارطة أخرى متقدمة للغاية وحاسمة إلى أبعد حد.
وهنا قد نرى الخارطة صعبة جدا ما بين الصفقة الأمنية والصفقة التجارية، وهذا صعب للغاية، وتمر المنطقة من منعرج هو الأخطر من نوعه أمام نقل ترامب ما سمي بخطة لوقف الحرب بغزة نحو مرحلة ثانية ولم تحسم بعد المرحلة الأولى. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.